17 جنيه وبس. ايوه، ب 17 جنيه وبس. وفي خلال شهر واحد بفضل الله تعالى هيبقى معاكي 5000 جنيه. ايوه زي ما بقولك كده، في خلال شهر واحد هيبقى معاكي 5000 جنيه من خلال ال 17 جنيه دول يوميا. طب ازاي يا اميره؟ من 17 جنيه يوميا في شهر واحد بس هيبقى معايا 5000 جنيه. انت بتتكلمي الكلام ده ازاي؟ بالعقل كده. ده لو احنا حسبناها وضربنا 17 جنيه في 30 يوم هيطلع معانا 500 وحاجة. يعني مستحيل في شهر واحد من ال 17 جنيه دول اللي انت بتقولي عليهم يطلع معانا 5000 جنيه. ولا يهمك خالص، جايبالك حل بسيط جدا جدا. وعايزة اقول لكم انا معتمدة على الحل ده بقالي اكتر من 6 سنين، انا وكل اصحابي ومامتي واختي. وبجد هتجمعي اكبر مبلغ في خلال فترة قصيرة بالحيلة الذكية جدا جدا دي. تابعي معايا الفيديو من البداية للنهاية عشان تستفادي من كل حاجة انا هقولك عليها داخل الفيديو، وما تقعيش في الاغلاط اللي بيقع فيها كتير من اللي بيستخدموا الحل ده. تمام كده؟ فيلا بينا نشوف ايه هو الحل اللي احنا نستخدمه في تحويش اكبر مبلغ في اقل وقت ممكن. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الورد، صباح الياسمين او مساء الفل على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة وراحة بال وطمأنينة، اللهم امين يا رب العالمين. وبسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو، طبعا كلكم متحمسين وعايزين تعرفوا ازاي من ال 17 جنيه دول يوميا لمدة شهر يبقى معانا ال 5000 جنيه، بمعنى أصح من مبلغ صغير وفترة قصيرة لمبلغ كبير. كلكم عايزين تعرفوا ايه الحل ده. الحل ده بسيط جدا جدا زي ما انا قلت لكم. والله العظيم والله العظيم انا معتمده على الحل ده بقالي اكتر من 6 سنين. بجد الحل ده عملي جدا جدا. عايزه اقول لكم سهل عليا حاجات كتير. بجد انا غيرت حاجات كتير جدا جدا عن طريق الحل ده. انا معتمده عليه، مامتي معتمده عليه، اختي، صحابي كمان معتمدين على الطريقه دي. فبجد الحل ده من الحلول العمليه جدا جدا، خاصه كمان لو انتي نفسك تجيبي دهب وتلبسيه، سواء انك حتى تعينيه او يبقى خزينه عندك، سواء انت نفسك تجددي في البيت تعملي حاجه في البيت. فالحل ده عملي جدا جدا. تمام، بس لازم تخلي بالك من كام حاجه اللي انا هقولك عليها دول. وكمان تخلي بالك من الحاجات دي، في اخطاء كده كتير مننا اللي هو بيشتغل بالحل ده بيقع فيها. وفي كتير مننا طبعا عارف الحل ده، وفي كتير مننا طبعا الحل ده بيستخدمه بقاله فترة او من سنين. وفي مننا عارف الحل ده بس مش عارف يبدأ منين ويعمل ايه وازاي. فانا في فيديو النهارده هقول لكم على الحل البسيط جدا جدا. الحل ده عبارة عن ايه؟ تحويش. ايوه تحويش، بس بطريقة مختلفة، يعني في فترة قصيرة يبقى معاكي مبلغ كبير. ايه هو بقى الحل ده؟ هو لغز يا اميرة ولا ايه؟ لا مش لغز ولا حاجة، وهنخش في موضوعنا ومش هنطول عليكم اكتر من كده، فاعذروني ان طولت عليكم. بص بقى، عشان ما تملوش من الفيديو وتزهقوا من الفيديو، عايزاكي كده تجيبي كوبايه عصير او كوبايه حاجه سخنه وتبداي تشربيها، وتجيبي ورقه وقلم وتركزي معايا في كل حاجه انا هقولك عليها. بجد الفيديو ده هيفيدك جدا جدا وهيطلعي منه مستفاده. فمعلش الفيديو هتطول شويه فسامحوني، بس والله العظيم كتير منكم هيطلع مستفاد ان شاء الله من الحل ده. لو انتوا مش عارفين الحل ده او مش عارفين ازاي في الحل ده ترتبوا خطواتكم صح، تمام؟ فبجد والله العظيم هتستفادوا من الخطوات اللي انا هقول لكم عليها كده. طب ايه هو الحل ده؟ الحل عباره عن تحويش بطريقه مختلفه زي ما قلت لكم. ايه هو الحل ده؟ الحل ده الجمعيه. ايوه الجمعيه زي ما انتي سمعت كده. كل اللي عليك ان انتي طالما عايزه تحوشي فتره قصيره مبلغ يكون كبير من غير ما تحسي بيه، وكمان عشان تقدري تجيبي كل نفسك في انك تخشي جمعيه، تمام؟ فانت بقى هنا خلاص عرفتي انك انت هتعملي جمعيه، تمام؟ يبقى الحل هو في الجمعيه. تاني خطوة بقى بنبدأ ندور على شخص في المنطقة اللي جنبنا، تمام؟ بيعمل جمعيات، تمام؟ فخلاص انت بتبدأي تدور، او حد قريب من مامتك، من اختك، من اصحابك. بس قبل خلاص بعد ما سألتي على الشخص ده، قبل ما تخشي معاه هتبدأي تسألي كل جيرانه، كل حد دخل معاه في جمعيات، هل الشخص ده امين ولا لا. يبقى تاني خطوة بنتأكد ان الشخص امين ولا لا، لان عافانا الله في ناس معدومة الضمير وفلوسك بتروح عليكي. فانت تتأكدي من امانة الشخص ده عن طريق كذا حد، ويكون قريب من المنطقة اللي انت فيها، تمام كده؟
يبقى خلاص هي الجمعيه وانك تشوفي حد امين وتدخلي معاه، هتبداي بقى الشخص ده اللي هم قالوا لك عليه وعرفت ان هو امين تبداي تشوفيه. طبعا بيبقى اللي ماسك الجمعيه ده بيبقى ماسك كذا جمعيه في بمبلغ مثلا 200 500 الف، فهو بيبقى ماسك كذا جمعيه بكذا مبلغ. تمام كده، تبداي تساليه الجمعيات اللي معاكي متوفره بمبلغ قد ايه، تمام، وعدد الافراد قد ايه. يبقى انت بتحددي، هو بيحدد لك المبالغ اللي هو بيشتغل بيها، وانت بعد كده بتحددي المبلغ اللي انت مناسب ليكي ومش هيأزمك خالص. تمام كده، فانت خلاص عرفتي الجمعيه المبلغ اللي انت عايزه تدخلي بيه. انا عن نفسي داخله جمعيه ب 500 جنيه واحنا 11 فرد، يعني اقبض خلال 11 شهر 5500 جنيه. لكن انا الحمد لله قبضت الفرد الاول، فدي احسن حاجه لان انا هجدد بيها حاجات في البيت وكده. فيبقى انت هنا خلاص عرفتي المبلغ اللي انت هتخشي بيه وعرفتي منه عدد الافراد. فانت بقى مع الشخص ده هتحددي الدور. انا عن نفسي حددت الفرد الاول وعشان انا محتاجاه، فانت هتبداي تحددي سواء انت عايزاها الشهر الاول مع صاحب الجمعيه، عايزاها التاني. فمن الاحسن طبعا انك تاخدي في الاول، وطبعا يفضل في الاواخر لو انت ما انتيش محتاجاها وبتدفعيش كتير. لكن لو انت بقى عايزه تجيبي قطعه ذهب والحاجه نازله عايزه تجيبي حاجه في البيت، فمن الاحسن طبعا انك تاخديها في الاول بدل ما تجيبي كارد، بدل ما تجيبي تستلفي من اي حد. فانت الجمعيه وبتسديها واحده واحده على مهلك. تمام كده، يبقى احنا خلاص عرفنا المبلغ اللي احنا هندخل بيه وعدد الافراد وكمان الدور بتاعك. يبقى احنا عرفنا كمان الخطوات دي، المبلغ اللي كل شهر وكمان الافراد وكمان الدور بتاعك، وبتبداي تعرفي هي هتبدا في الشهر كام وهتنتهي في شهر كام. تمام كده، يبقى انت خلاص اتفقتي على الخطوات دي. بتيجي بعد كده الخطوه اللي بعد كده، لا انت تظلمي الشخص اللي انت عامله معاه الجمعيه ولا هو يظلمك، هتبداي تجيبي كراسه وتكتبي عليها مخصصه للجمعيات. هتبداي تجيبي الكراسه وتكتبي عليها مخصصه للجمعيات. تمام كده، هتبداي تكتبي فيها انت داخله مع الشخص كذا كذا، عامله معاه جمعيه، بدفع كذا في الشهر، كل كام في الشهر، الافراد اللي معايا كذا، انا هقبض كذا. بتبداي تكتبي كل التفاصيل اللي انت اتفقتي معاها مع الشخصيه اللي انت هتعملي معاها الجمعيه، وبتكتبي كل البيانات دي عندك في كراسه. وتبداي تكتبي الشهر اللي انت هتبتدوا فيه، وكمان هتكتبي الشهر اللي انتوا هتنتهوا فيه. تمام كده، يبقى انت كده كاتبه كل البيانات عشان تبقي لو انت بتنسي الموضوع ده حلو او تمام. يبقى احنا عرفنا ان الموضوع ده عشان يبقى معانا مبلغ كبير في خلال فتره قصيره هو اننا نعمل جمعيه، واهم حاجه يكون مع حد امين. وبعد كده بنعرف التفاصيل، المبلغ، الافراد، الدور الكام، وبنبدا نكتب البيانات خلاص في كراسه. بنيجي هنا لو انت هتدخلي في جمعيه ب 500 جنيه زي كده، عشان بقى ما تحسيش بال 500 جنيه دول كل اخر شهر ويأزموا معاكي في مصروف البيت وتحسي ان الجمعيه صعبه جدا جدا، انا عن نفسي معتمده كده، معتمده الطريقه دي. تبداي تجيبي هنا المبلغ اللي انت هتدخلي بيه الجمعيه، لو وليكن انت داخله ب 500 جنيه زي تمام كده، تبداي تقسمي ال 500 جنيه دول على 30 يوم، على 30 يوم، على 30 يوم. الناتج طلع معايا 16 جنيه وكسور. تمام كده، 16 وكسور. فانا بحط يوميا 17 جنيه، فالزواده دي برضو هتنفعني لو انا احتجت لها الشهر اللي بعد كده، وكمان هتنفعني لو انا البيت فيه ناقصه حاجه فهتنفعني الزواده دي. فانا يوميا كده طلع معايا احط كل يوم 17 جنيه. فانت بقى المبلغ اللي طلع معاكي على الاسم ماشي من المبلغ الكلي للجمعيه، هتبداي هنا هتجيبي اي بوك قديم عندك وتكتبي بوك مخصص للجمعيات وتحطي فيه المبلغ اللي طلع معاكي من الاسم كل يوم في البوك. تمام، مع مش متوفر عندك البوك، هتبداي تجيبي اي حصاله او اي برطمان بلاستيك عندك والمبلغ اللي طلع معاكي على الاسم، وهتكتبي على الحصاله او البرطمان مخصصه للجمعيه، وهتحطي المبلغ اللي طلع معاكي على الاسم كل يوم في الحصاله. تمام كده، كل يوم في الحصاله. باخر الشهر هتلاقي معاكي المبلغ وهو وليكن ال 500 جنيه بتوعك بكل سهوله من غير ما تحسي بال 500 جنيه اخر الشهر، يبقى على بعض كده وهو مأزمك. اتمنى ان انا اكون فدتك واستفدتي من كل حاجه في الفيديو، والفيديو وصل ليكي بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. فلو الفيديو عجبك واستفدتي من كل حاجه انا قلتها لك في الفيديو ده، فما تنسيش تعملي لايك للفيديو، وكمان شير عشان كتير يستفيد من اللي انا من الحل ده، وسبسكرايب للقناه عشان وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله على القناه. فمعلش انا طولت عليكم شويه، وباي باي ومع السلامه يا احلى متابعين في الدنيا.